السلام عليكم البنات. اليوم ان شاء الله غنصايب معكم واحد الكيكه وفي نفس الوقت كتجي بحال الطارت حيت غنديروا فيها لداخل كريم باتيسير. المهم خليكم باش تشوفوا طريقه التحضير. اول حاجه غنديروها هي عندي هنايا 4 البيضات، وعندي كاس ديال السكر سنيده، وعندي كاس ديال الزيت، وعندي كاس كبير ديال الحليب، وعندي 2 الزا بويض الفاني، عفوا عندي 2 ديال الفاني كما كتشوفوا. وكنخلطوهم مزيان مع بعضياتهم. المهم خليكم معايا باش تشوفوا طريقه التحضير. ومنين كنكملوا من المكونات السائله دابا كنحطوا المكونات الجافه واللي هي الدقيق ديال الفورس، اي دقيق ديال الفورس متوفر عندكم ماشي مشكل. وعندنا هنايا 4 ديال الزا حمر كما كتشوفوا. كنخلطوا الكيكه ديالنا مزيان بهذه الطريقه هذه، وكنبداو نزيدوا في الدقيق. بعد ما كنسالوه البنات كنجيب واحد المول ديالنا اللي غنديروا فيه الكيكه ديالنا. انا درت مول كبير كما كتشوفوا، كندهنوه بالزبده وشويه ديال الدقيق، ومن بعد كنحطوا فيه الخليط ديالنا وكندخلوه للفران على درجه الحراره 120 درجه. وبالنسبه اللي عندها فران عادي كدير نار هادئه باش الكيكه ديالنا كتجي خفيفه وكطيب لنا مزيان من الداخل وما كتجيش معجنه. وبالنسبه الحشوه ديالنا غنصايبوا كريم باتيسير. عندنا هنا نص لتر ديال الحليب، عندنا غنحتاجو بيضه، ونحتاجو 2 معالق كبارين ديال السكر سنيده، ونحتاجو القشور ديال الليمون، وكنحتاجو 3 د المعالق كبارين ديال الدقيق. المهم اول حاجه كنديروها هي كنحطو نص لتر ديال الحليب مع السكر وكنحطوه على النار طايفيت. وكنجيب واحد المول ولا شي حاجه اي حاجه عندكم، كنديروا فيها بيضه، كنديروا قشور ديال الليمون كما كتشوفوا، وكنديروا السكر تقدروا تضيفوه مع الحليب وتقدروا ديروه مع البيض، مهم ماشي مشكل. بعد غنديروا 3 د المعالق كبارين ديال الدقيق. تقدروا ديروا المايزينا ولكن انا ما متوفراش عندي ودرت غير الدقيق. صراحه حتى الدقيق كيجي مزيان ماشي ضروري المايزينا كما كتشوفوا. كنخلطوه مزيان بهذه الطريقه هذه. ومن بعد ما كيفيض لينا الحليب كنبداو نحطو شويه بشويه حنا كنخلطو. ضروري البنات ما تبقاو تحطوا نتوما كتخلطوا الخليط، الا حطيتوه مره واحده غيطيب لكم داك البيض وما غيجيش زوين. نبقاو نحطو شويه شويه وحنا كنخلطو، ما تحبسوش يدكم على التخلاط
كما كتشوفوا، وكنخلطوه مزيان مزيان باش ميبقاش فيه شي كويرات ديال داك الدقيق. ومن بعد كنردوه في، المهم انا هاد الكاسرونه جاتني صغيره، غنديروه في شي حاجه اللي كبيره كما كتشوفوا، وغنحطوه على النار. غنحطوه على النار وانتم كتخلطوا البنات كما كتشوفوا، حتى كنتشوفوا الخليط ديالنا عقاد. ما تحبسوش على التحراك مش ما يتلصق لكمش كما كتشوفوا. هو الخليط ديالنا بدا يعقد لينا. كما كتشوفوا البنات، ومن بعد ما كيعقد لينا الخليط ديالنا كنديروه في شي مول، في شي حاجه هكا زلافه ولا شي مول صغير ولا اي حاجه متوفره عندكم، وكنديروه يبرد مزيان في الثلاجه. فالبنات غنحطو في هاد اللعيبه هادي وكنحطوه في الثلاجه غيبرد مزيان. ومن بعد ما كنخرجوا الكيكه ديالنا البنات كنخليوها في نفس المول وكنخويوها لداخل بهاد الطريقه هادي. كنخويوها غير من الداخل وكنخليو الجناب كما كتشوفوا. كنخلي واحد الطبقه اللي رقيقه، ومن بعد كنجيبوا الخليط ديالنا كريم باتيسير، كنديروا فيه شويه ديال الملون، وتقدروا ما ديروش الملون، المهم هادشي كيبقى اختياري. ومن بعد كنكبوه في الكيكه ديالنا كما كتشوفوا بهاد الطريقه هادي. كنديروا فيها الكريم باتيسير ديالنا. صراحه هاد الطرت البنات راه كتجي واعره واعره وبارده، جربوها والله ما غتندموا، اصلا ما كديش منا بزاف ديال المكونات. انا درت تبارك الله واحد المول كبير، حيت صايبتها لختي ديتها معها الحفله ديال المدرسه، والصراحه عجبتهم بزاف بزاف. ومن بعد كنجيبوا المبشره، اي مبشره عندكم في الدار، و وديك الكيك اللي حيدناه من الكيك ديالنا كنبقاو كما كتشوفوا في الفيديو كنبقاو نبشروه على الكيكه ديالنا. حتى كنساليو الكيك ديالنا كامل.
كما كتشوفوا البنات كنضغطوا عليه مزيان باش يتماسك لينا، ومن بعد كنجيبوا اي سيروم موجود عندكم. عندي هاد السيرو ديال الفريز كندهن الجوانب كما كتشوفوا. المهم التزيين كيبقى اختياري، الا حبيتو الا متوفر عندكم تقدروا ديروه. وعندي هنايا الحبيبات ديال الشكلاط، انا قلت لكم انا درت هاد الحبيبات ديال الشكلاط على حساب الوليدات الصغار. كما كتشوفوا وبالنسبه للوسط عندي هنايا هاد الحبيبات اللي ملونين فيهم الالوان. حبيت ان ندير هاد الحبيبات اللي فيهم الالوان كما كتشوفوا بحال هكا، وكنجيبو داك السيرو كنزينو به الفوق. المهم نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. الا عجبتكم الوصفه ديالي ما تنساوش ديروا لي متابعه للصفحه ولايك، وتهلاو في وصفه جديده ان شاء الله.